ويبدأ هو كابتن زياد الخولي. اتفضل يا كابتن زياد. السلام عليكم. النهارده المفروض ان يعني فاهم. كان الفيديو ده كنت باجله من بتاع شهر، بس يعني فاهم بما ان النهارده كده كده أنا النهارده طلعت، فانا متعصب عموما. ف انا قررت اعمل الفيديو ده وانا متعصب، لان هو فيديو عصبي حبتين. المهم لا، خلينا نبدأ من البداية. لحظة إدراك إن أنا يعني أدخل الجامعة بعد بكرة، والفيديو ده متسجل تاني يوم النتيجة، فاللي هو أنا بقالي بتاع 3 شهور مثلا ما مكسل أمنتج الفيديو، بس ماشي عادي يعني. القصة بدأت لما أنا اتولدت في 2006. بعدها تقريبا بتاع سنة، هو تقريبا سنة بالظبط حرفيا، طلع واحد كده قرع بيقول إن هو عمل أول آيفون في التاريخ وبتاع. أنا مش مشكلتنا، يعني مش مشكلتنا عموما الدعوة ده ومدى صحة الدعوة، بس يعني المهم عموما كنت بسمع بودكاست لأحمد أبو زيد. المفروض إن هو كان يعني في فقرة كده في البودكاست، يعني تقريبا هو مخصص في آخر البودكاست كده للتطبيل لأبل، يعني فاهم. أو أي حد يعدى من بوابة أبل فهو بيجيبه، وكاب آخر أي حد بيجيبه عدى من بوابة أبل أو من قدام فرع ليهم فهو بيجيبه كده في آخر الحلقة. فقرة تطبيل لأبل بتاع 20 يعني ساعة ساعتين سنة، فاهم. ممتاز. انا بس مش هعرف اخلص الكلام او اللقاء ده من غير ما نتكلم عن you know who and who is who. الابل. ابل. ما علينا، يعني هو الفكرة ان خلاص يا عم انت جامد في الموضوع، وقلت نفسك ان انت معتبر نفسك ان انت ايفون فان بوي وبتاع، بس يعني مش كل حد بيجيبه له علاقة بابل تتكلمنا عن الموضوع، يعني خلاص احنا بنتكلم عن الشخص مش عن الجهاز اللي بيستخدمه. ما علينا. المهم يعني ان هو من الاخر اي حد منهم فمن حقه عادي ان هو يعجب باللي بتعمله قبل، لو هو مش عارف يعمله بنفسه يعني، او هو لو مش عارف هو بيتعمل ازاي، بس فاهم الفكرة ان انت يعني في حلقة كان مستضيف ابو سريع اللي هو المفروض محسوب علينا بروجرامر يعني. ما علينا. يعني فاللي هو كان منبهر وبتاع والجاست ورك فيلوسفي والكلام الجميل ده، يعني ما تخليناش نغلط في النقاشين بقى، ما تخليناش نغلط في النقاشين. ما علينا. المهم في هذا الفيديو انا هحاول اثبت، يعني هحاول اقول ليه انا بقرا، يعني فاهم ده كله مقدمه. انا بحاول في الفيديو ده اقول لك ازاي ليه انا بكره عموما ابل. و يعني فاهم ما تستناش من الفيديو ده ان هو يبقى حيادي، انا يعني فاهم انا بقول لك ليه انا بكرهها، فكده مش هذكر ايجابيات بس فاهم. خلينا كده كرما من العلش وتكرما مني. هقول لك يعني انا في الفيديو ده مش هتكلم على اي نيش معين او اي مجال او تخصص، فاهم. اللي هو حاجه يعني ماشي تمام، يعني كاميرات الايفون حلوه صور بيها ماشي تمام، يعني فاهم. يعني لو انت مصور هات ايفون ماشي علينا، لو انت اديتور فيديو اديتور جرافيك ديزاينر اي ابن لذينه هات اي ماك ولا اسمه ايه، مش فاكر يعني هات البتاع ده يعني اللي عليه تفاحه من ورا عموما. آه، يعني انا مش هتكلم على ده خالص، انا بتكلم على المستخدم الطبيعي البني ادم الطبيعي يعني. ويعني فاهم في الحاجات النيش دي انا بقى مش عايز اقول لك ان في حاجات احسن، يعني لو انت معاك فلوس زياده يعني فاهم انت اكيد انت مش هتبقى فقير ورايح تجيب حاجه من عند ابل حتى لو هي بتقدم لك مقابل سعر يعني. بس ما علينا هنمشيها ان انت يعني فاهم رضيت بقيمة مقابل السعر من ابل وخلاص هتجيبه وده مناسب لشغلك ومظبطك، ف مبروك. بس يعني هنتكلم عن الطبيعي او اللي بيحصل او اللي المفروض تعمله يعني. ان انا كده بروجرامر مثلا او حاجه او بني ادم طبيعي بيستخدم الكمبيوتر، فايه المميز اللي هيبقى في الماك او في الايفون عشان يجذبني. فانا بحاول يعني فاهم في الفيديو ده تلاقي حاجات اللي هو فاهم نسبة عكس يعني حاجة زي الايكو سيستم مثلا. هنشوف ليه هي وحشة ازاي انت تقدر تعملها على اي جهاز حرفيا، مش لازم تتربط بالايفون والماك والايكو سيستم
دي بنجح ده، وحتى يعني فاهم احاول اثبت لك ان الحاجات اللي الجديده اللي هم فرحانين بيها معموله قبلها السلام عليكم، النهارده هنشرح ازاي ونعمل زي البنوك كده مع المهم هنشرح على الايكو سيستم، ازاي تعمل الايكو سيستم بتاع ابل في البيت. الايكو سيستم ده المفروض ان هو يعني عشان تعمله لازم تشتري لاب ايفون او اللي هو ماك، او كمبيوتر ماك، وبعدين كويس بقى عليه وايفون يعني فاهم. فاللي هو يعني سكة بتاع 100,000 100 وشوية يعني فاهم، حوار مجزي يعني. فأنا هعلمك ازاي النهاردة تعمله على أي موبايل أندرويد وأي لاب لينكس ويندوز ماك أي ابن لذينة. فهنستخدم إن احنا نعرض السكرين حاجة اسمها SCRCBY، سكرين اختصار سكرين كوبري يعني. ف يعني هو ده السكرين كوبي، ده المفروض بيبقى شكله يعني. يعني ده المعروض حاليا، يعني نفس اللي ورا ده. يعني فاهم، هو نفس اللي اتعرض هنا. المفروض الموبايل كده فتح، اقدر اتحكم فيه من هنا، اقدر اتحكم فيه من هنا من هنا عادي. هو لعبة كده، هو موبايلي كده عموما يعني فاهم لك. لو انت مستغرب او حاجة تقدر تعمل خاصية السكرين اوف بتاعت ابل، اللي هي اللي لسه المفروض تضاف في التحديث الجديد، ان انت تقدر تتحكم فيه وانت قافل السكرين بتاعته. اه يعني تعمل كده، المفروض انها خلاص كده السكرين مقفولة، واقدر اتحكم من هنا عادي فاهم. الديلي تقريبا، الديلي بيحصل عموما بسبب ان انا يعني وي فاهم، مش دعوة. فخلينا في موضوع ان انت تقدر تحكم بالسكرين عادي، وحاليا من غير نت عموما فاهم، من غير انترنت كونكشن. ده الله يكرم هوي قاطعين النت عندنا، فبجرب الفيديو عادي مش شغالش. نفتح اي حاجة مش شغال عادي. والسكرين برضه مقفولة، نفس السكرين اللي احنا فيه. ما علينا. آه وتقدر مثلا لو عملنا بكتب بكيبورد الكمبيوتر برضو. لو رحنا مثلا هنا نقدر ندراج اند دروب ملفات عادي. مهم بعيدا عن العاب كده يعني، تقدر تدراج اند دروب الفايل وهو هيتنقل للموبايل عادي. فدي ميزة المفروض ان هم كانوا هيضيفوها في الابديت الجديد في الايكو سيستم بتاع ابل، بس هي موجودة هنا بقالها سنين ضوئية يعني. ايه واتس اب. خلينا بقى نجرب حاجة تانية، اللي هو نجرب ان احنا ننقل فايل من الموبايل لل كده فاهم، يعني فايل من الموبايل ليه للكمبيوتر. خلينا ناخد اي فايل بدل ما ناخد كوبي رايت سترايك. آه نعمله شير. مش مش صباح الفل. هنستخدم هنستخدم حاجة اسمها كي دي اي كي دي اي كونكت. فاهم، برنامج موجود على الموبايل والايفون. آه كل يعني مش موبايل الايفون، يعني موجودة على الويندوز ولينكس. فالفايل اتنقل هنا عموما. آه في ايه تاني بيتحط في الايكو سيستم بتاع ابل يعني. خلينا خلينا يعني ما اظن ان انا كده غطيت كل اللي تقدر تعمله بالايكو سيستم بتاع ابل. و يعني خليني مرة آه يعني اوريك كل اللي انت تقدر تعمله بايه، حاجة زي كده ايه نكت.
تقدر تسند فايل، تقدر تكنترول المالتي ميديا. يعني ده دي المالتي ميدياز اللي موجودة، وشغلنا فيديو نقدر نقفله من هنا، ونقدر نتحكم في الصوت كل وميزة جامدة في الموضوع، انت لو بتشغل فيديو او حاجة وجالك كول على الموبايل، فانت عموما اللي انت مشغله بيتعمل له بوز لحد ما الكول تتقفل، او ان انت المهم تم قطع حبل افكاري، بس يعني كمل. سلايد شو تقدر تصمم بقى كسلايد شو، تقدر تسند الكليب بورد يعني. يعني بص خدها مني انا مش لازم اجرب لك يعني انت لانه مفيش حاجه دماغي اعمل لها كوبي. وتقدر تريموت كنترول يعني، معلش تستخدم الماوس يعني أنا فاهم ما تمشيش كده، بس يعني اهو يعني فاهم انا ايدي متساوية عموما. اتحكم ماوس عادي. يعني خلينا نشغل اي حاجة مثلا، خلينا نشغل هو يعني خلينا نشغل هنا اي. والحوار صعب بس يعني فاهم يعني تقدر تعمله. هو الحوار يعني استخدامه مش احسن حاجة يعني، بس يعني اهو موجود. ده تقدر تعمله كمان، وتقدر تكتب. خليني ماشي تقدر تكتب يعني تكتب. المفروض انا بسند كده من يعني، هو الحوار لافف ان انا بس عامل سكرين كوب فاهم لافف في بعض. ما علينا. تقدر تران كوماند. ده في لينكس حرفيا يعني. هو في ويندوز مش شغال عشان الكوماند لاين بتاع ويندوز غير الكوماند لاين بتاع لينكس اللي هو معمول بيه بالاساس البرنامج ده. بس يعني في لينكس انت تقدر تتحكم بالجهاز كله حرفيا من الفيتشر دي بالذات. يعني انا بعرف اعمل اشغل كل حاجه يعني فاهم. تحت 30 كوماند كده اعملهم، اقدر اشغل بيهم اي حاجه في اللعب عموما اللاب التاني. بس يعني فاهم ده لاب التاني نقدر نبص عليه. ده اوديو شير. برنامج برضه ممكن تستخدمه ان انت تشير الاوديو بتاع اللاب للموبايل. فده شغال على كله عادي. ده بعمل شات داون. وده بلوتوث. بقفل البلوتوث عشان لو شغل ايربودز على الموبايل اللاب فاهم نفس الحوار. ده بعمل سبيد تيست يعني. ببقى قاعد النت عندي بيوصل كتير، فانا ببقى قاعد على السرير بعمل سبيد تيست واشوف النت ظبط ولا لا. وده بيقفل السكرين بتاع اللاب. فيعني فاهم سكايز ذا ليميت في حوار لينكس فاهم لينكس وويندوز ده. لينكس وايه في حوار لينكس واندرويد يعني هو حوار جامد، بس ك ويندوز فانت تقدر تعمل كل حاجه حرفيا يعني. تقدر تعمل كل حاجه بتتعمل على الايكو سيستم بتاع ابل وبتاع. فانت هتقول لي طبعا يعني الحوار صعب وانا مش هقدر اعمله بتاع. يعني بس يعني انت مش لاقي فلوسك في كيس كاربس او كيس شيبسي، فانت يعني لو بجد يعني ده اللي هيخليك تشتري منتجات ابل اللي هو ب 1200 ألف كده. فادفع لي 1000 جنيه أجي لك مواصلات أظبط لك الدنيا تمام التمام تبقى تمام التمام يعني فاهم خلصان، أو ببلاش خالص مش معاك سيشن زوم نظبط الدنيا. بس يعني فده كان كل الحبشتكنات اللي ممكن تعملها في الإيكو سيستم. وفي حاجات كده، في حاجات أحسن بكتير يعني فاهم. في حاجات أكتر بكتير تقدر تعملها هنا فاهم. بسيب لك اللينك بتاع البرنامج ده. هو المفروض إن أنت هتقولي ده صعب او ان انت الوصول ليه سهل. ممكن تستخدم حاجه زي بتعمل كي بايندنج زي اوتوهوت كي، وتستخدم السي ال اي او الكوماند لاين انترفيس بتاع البرنامج ده. وحرفيا بكنت ويندوز كنترول اس مثلا تفتح لك ده كله عادي. وكيدي كونكت كيدي اوبن نكت عموما بيشتغل لوحده يعني فاهم. كيدي كونكت بيشتغل لوحده في الدنيا دي يعني. انت كحاليا ثانية واحدة.
الجدعان بجد، انا اكتشفت حاليا ان انا اقدر اربط اللابين ببعض، مش موبايل ولاب بس. فيعني ميزه جديده اكتشفتها حاليا. فيعني كده كونكت جامد ومتوفر للينكس وويندوز مش متأكد الصراحة هل هو متوفر لأي او اس للماك ولا لأ، بس يعني لو دعبست هتلاقي حاجة شبهه يعني. دي الدنيا. تمام. وتقدر تستخدم الحوار ده وايرلس أو مش وايرلس، يعني فاهم، على حسب انت دنيتك ايه. يو اس بي أو واي فاي. بس عشان تستخدم ده عموما تحتاج حاجة يعني، يا إما أنت توصله بكيبل، يا إما وتشغل يو اس بي ديباجنج. هيظهر لك مسج عموما من لو أنت أندرويد 11 أو فوق أندرويد 11، فأنت محتاج تخش على الديفلوبر مود وبعد كده تجيبهم تجيب تشغل الواي فاي كونكشن ديباجنج. هسيب لك فيديو تحت عموما بيوريك الموضوع. لو أنت بقى اقل من 11 اللي هو 10 والحاجات دي، فانت هتحتاج تكتب كوماند لاين كده او تخش على موقع برضه سيبولك تحت او وتروح مأكتف الكونكشن على طول. بس يعني فاهم دي الدنيا بس. ويعني بموجب ما عملناه في الايكو سيستم، فيعني نوصل للمرحله التانية اللي هي security. السكيورتي يعني بص علي يشوف حاجه غريبه يعني. هل انت شخص مهم؟ لا، فانت محدش هيخترق. ولو انت مهم يعني، فانت برضه مش الايفون هو اللي هيحميك يعني. يعني فاهم، انت فاهم الفكره. مش الايفون هو اللي هيحميك، انت هتقبل بوس عادي يعني. مفيش نظام امن في الكوكب، لا نظام امن من نظام يعني. فاهم، كله لو حد حط في دماغك ان هو هيخترقك، والله لو انت في المريخ يعني فاهم يعني هتتجاب عموما. ف يعني ده حكمة السكيورتي عموما. يعني فاهم لينكس ويندوز فاهم ماك، لو حد حطك في دماغه هيجيبك. يعني العبرة في ان يعني فاهم يعني مش عارف، بس فاهم نقطة السكيورتي دي نقطة غريبة عموما. في بقى حبة تقييمات كده اللي هو يعني الناس هم اللي حاطينها يعني. مش فاهم يعني. الايفون بيحافظ على فلوسه كاستثمار يعني. طب يعني ما ايه الفكرة يعني؟ مش فاهم يعني. بص اي حاجة هتجيبها عموما حاليا مع التعاملات اللي احنا بنشوفها دي، سنة هتلاقيها تلات اضعاف السعر هتبيعها بيها عادي. فيعني ده مش منطق. فيعني استثمار ده يعني، انا جايب تليفون استخدمه يعني، ليه هجيب تليفون وانا حاطط عيني ان انا ابيعه يعني فاهم؟ او ليه اجيب جهاز حاطط عيني ان انا ابيعه؟ ما يعني ما تعيش حياتك يا اسطى، ما يعني مش فاهم. حوار بقى البطارية يعني فاهم. انا كنت بسمع فيديو لابو زيد وقال البطارية في حلوة. انت بتتكلم بجد؟ ايفون اللي بطاريته حلوة؟ بص يعني انا عايز اقول لك يعني هو الموضوع بيختلف حسب الاستخدام وكل حاجة، بس انا موبايلي ده بيقعد يوم ونص عادي من غير ما اشحنه. وانا في الاول ايوه ما كانش عندي اي سوشيال ميديا وبتاع، يعني جاب المينيمم على اخره وكاستمايز بيتري وكل حاجه. بس يعني بعد كده عادي فاهم، لما عملت السوشيال ميديا وكل حاجه يعني فاهم بيقعد يوم يكمل عادي طبيعي. يعني عمري ما طلعت في خروجه مع حد ايفون زميلي وتليفون وانا راجع، تليفونه او تليفوني وانا راجع كان نفس البطاريه يعني فاهم. غالبا انا طالع مثلا تليفوني ب60 وطالع 100، شحنه مرتين، شحنه باور بانك مره في الطريق مثلا، وانا تليفوني راجع بيه 10 مثلا. فيا عم بطاريات ما لا تقارن بالاندرويد خالص يعني. ماشي تمام بيحسنوا فيها وبيمتميزوا وشغل الجميل ده، بس يعني مفيش مقارنه، مفيش وجه مقارنه بين النقطتين خالص يعني. يعني فاهم لو حد هيقارن بويندوز فانا مش من هنا فاهم. انا بره المقارنه عموما. انا لينكس يوزر عادي فاهم. انا بستخدم ويندوز بس عشان كنت اوريكم ان هو
عشان ده اللي بيستخدمه الكل بس. يعني فاهم ما تقارنش بويندوز، عشان انا يعني فاهم من وجهة نظري ماك احسن من ويندوز وش يعني، بس لينكس احسن من الاثنين، او اي فاهم اوبن سورس او اس عموما يعني. نتكلم بقى في الاخر كفلسفي عموما او كفلسفه يعني. هل انا عادي ضايع مثلا، مش يعني فاهم بحب شغل لعب العيال ومش مهتم بالشغل كده، وان انا فاهم الانتاجيه والبرودكتيفيتي والكلام الجميل ده، عشان انا كده بفضل الكاستمايزابيلتي والشغل ده؟ لا يعني فاهم الانتاجيه ليس لها اي علاقه بان انت ان ابل تجيبك زي العيال الصغار كده تقعدك جنبها وتقول لك ده الصح وده الغلط، فاهم يعني. ده المنهج اللي بتتبعه ابل عموما في كل حاجه ده. فيعني ده غلط للصبح، فيعني وانا ما احبش كده يعني. فانا احب اظبط الحاجه على مزاجي، هخليها بقى جاست ورك، اخليها يا دوبك تشتغل، اخليها تشتغل بكفاءة اعلى من الجاست ورك اصلا، اخليها تساعدني يعني فاهم. انا حوار يعني السيستم بتاع لينكس يعني متظبط ومتفصل على مقاسي، فاللي هو انا حاجة سهلة فاهم. حاجة بتسهل حياتك لما تبقى فاهم الدنيا وفاهم الجهاز بتاعك بيشتغل ازاي ومظبط السيستم على مزاجك. فيعني دي حاجة انا بعرف اعملها في اندرويد، وبعرف اعملها في اندرويد شوية، بعرف اعملها في ويندوز يعني فاهم. فاللي هو ممكن يعني فاهم حاليا، ممكن بعدين ابقى اقول لكم، ابقى اوريكم موبايل والحاجات اللي انا بستخدمها، بس يعني فاهم دي حاجة مريحاني عموما يعني فاهم. هل انا مثلا بلعب ومضيع وقتي وبتاع ومش مركز يعني فاهم؟ اي حد بيجيب ابل وبتاع يقول انا عايز اريح دماغي والشغل ده، واللي هو فاهم انا هعيش حياة من غير كاستمايزيشن فاهم، والشغل يشغلني ومتفصل على مقاسي وبتاع. بس في الحقيقة انت لو يعني فاهم حد عارف مثلا انا حر، فهو فاهم راجل هارد وركر جدا وبتاع، ومفصل السيستم بتاعه على مزاجه وعادي يعني فاهم اللي هو شغال عادي يعني فاهم. الفكرة ان انت بتظبط السيستم مرة واحدة كده تعيش عليه طول العمر. انا مش من الناس اللي هم فاهم بيقعد مثلا يغير السيم كل يوم وبتاع. في لينكس يوزر انا عارفه بكده، بس فاهم انا مش كده يعني فاهم. انا الحاجة ظبطت معايا شغالة وشغالة بكفاءة عالية، فيعني ده احسن بكتير من ان انا اجيب حاجة حد عملها لي وفاهم. ده كله عشان مكسل اظبط حاجتي بس فاهم. في دي الفلوسفي بتاعتي يعني، الحاجه اللي انا مخليني اكره ابل يعني فاهم. في ابل بتعامل مستخدمينها كانها عيال صغيره وخايفه عليهم يعني فاهم. حبيبي ما تحملش حاجه من بره الستور عشان ما ينفعش وغلط عليك وبتاع فاهم؟ حاجات غريبه كده في ابل. وما تنقلش حاجه من الموبايل لللاب يعني، عشان مش عايز كده بس يعني مفيش اي سبب مقنع يعني. ده لابي وده موبايلي، فطبيعي انا عارف انا بنقل ايه. بس يعني فاهم الحاجات عندهم غريبة يعني فاهم. حوار ابل لا عايشة دور الام الان على طول، ده رخم وانا مش حابه وفاهم. ده اللي مكرهني في ابل، ده الاساس يعني، بعيدا عن اي حاجة انا قلتها في الفيديو اللي فات يعني. بس اصحى يوم الاقي شخص عادي بالمراية، خايف يوم ابطل احلم واترك الشغلة وراي، خايف ينسوا يجروا يتركوني ويكبروا وانا اكبر، واهدافي شوي شوي يصغروا، خايف اوصل للي بدي اياه واضل تعيس، خايف اطلع بالاخر واحد بيعرفش يعيش.